العامة للحزب، وده كان معلوم. وخليني اقول لحضرتك انه يعني تقدمت باستقالتي، لان طبعا لما بقرا مقار الحزب في 11 12 محافظة بيتم مهاجمتها، لما بلاقي عدد مهم من زملائي وامناء الحزب في المحافظات بيطلق عليهم الرصاص، لما بلاقي عدد مهم من أعضاء التنظيم الحزبي يعني بيروعوا في محافظاتهم المختلفة، بل لما بلاقي عدد كبير من مقار الحزب في الأقسام والمراكز بتتم مهاجمته بهذه الصورة، يعني طبعا لازم يترك أثر في نفسي، ولازم أقول إن أنا يعني ما أقدرش ما بقاش يعني جزء من يعني مسؤولية ما حدث سياسيا داخل الحزب. أنا لا أعني خارج الحزب. يعني تتحمل هذه المسؤولية؟ أنا أتحمل أي مسؤولية يعني داخل حزبي، وأنا ببقى بواجه هذه المسؤولية، ولما بقرأ أن ده حصل لحزبي زي ما بيحصل في أي مكان في العالم، لو يعني في حالة معينة واحد يتوقف أمامها، أول يعني إجراء يتقدم به هو أن يقدم استقالته. بس حضرتك قلت تقدمت باستقالتك فقط من هيئة المكتب أو من أمانة التنظيم، ولم تقدم استقالتك من الحزب نفسه. ما أنا بقدم استقالتي من موقعي مش من الحزب. طب كيف ترى مستقبل هذا الحزب؟ الحزب اكتسب سمعة سيئة، ودايما يقال بلطجية الوطني، بلطجية رجال الوطني، حتى يوم الأربع قيل إنه المظاهرات اللي طلعت التأييد دخل فيها بلطجية الوطني. أولا اللي حصل في ميدان التحرير يوم الأربع ده كان شيء كريه، وكان شيء سيء جدا جدا، ويعني موضوع يعني محزن لأي مصري، وتداعياته بعد كده ما فيش شك يعني. إنما أنا عاوز أرجع تاني للموضوع، ما هو مستقبل الحزب الوطني؟ لا أتصور أن أنا أحد الناس، أنا خرجت عن المواقع القيادية في الحزب. بس أنت عضو فيه من 92؟ لا، أنا عضو فيه من قبل 92. طيب. إنما ما أقدرش يعني، محتاجين وقت وفي تسارع في الأحداث عشان نقدر نشوف يعني كيف يكون دور الحزب وايه توجهاته ومكانه هيبقى فين بالظبط. ترى انه لسه ممكن يقوم له قائمه بعد الاحداث دي؟ لا، شايف انه من الصعب استبعاد الحزب الوطني. الحزب الوطني عنده انتشار، عنده قيادات في كل مكان، محتاج ان هو يعني يعيد ترتيب نفسه من الداخل، محتاج ان هو يستوعب المتغيرات التي حدثت، وهي متغيرات مهمة جدا في الفترة الأخيرة. بالنسبة دايما بيتم التساؤل كيف دخل أحمد عز الحياة السياسية؟ البعض بيراك انك قفزت فجأة ودخلت الحياة السياسية فجأة، ودخلت بسبب صداقتك أو قربك من الأستاذ جمال مبارك. لا، هو الحقيقة أنا في الحزب من بداية التسعينات. أنا كنت عضو في الحزب من سنة 88، ولما بدأت يعني عملي في مدينة السادات، وهو كان عمل صناعي وكان لي عمل اجتماعي في مدينة السادات، فاندرجت في التنظيم الحزبي في مدينة السادات من سنة 93، وبعدين توليت موقع أمانة، عندنا يعني التعريف الحزبي أمانة مركز السادات من سنة 94 أو 95 تقريبا. بتهيألي كان يعني إدارة العمل الحزبي في هذا في التجربة دي اللي استمرت من سنة 95 لسنة 2000 تقريبا، تجربة ثرية بالنسبة للمكان. ما كنتش قريب من الأستاذ جمال مبارك؟ لا خالص. ما تعرفوش؟ تعرفتوا على بعض في الحزب؟ لا، ما تعرفناش، يعني المعرفة جت بعد كده. بس خليني أرجع للأصل، وهو أنه التجربة اللي تمت كانت مثار اهتمام قيادات حزبية في هذا الوقت، ولما يعني رؤية أنه مطلوب مجموعة جديدة من الشباب تنضم للأمانة العامة، وأنا ابن التنظيم الحزبي في هذا الوقت، كنت أحد القيادات الشاب بقى في هذا الوقت. لا أتصور أنه لسه الوصف ده يعني مظبوط. حضرتك عندك كام سنة؟ اللي ضمت للأمانة العامة في نهاية سنة 2000.
انا بسالك عندك كام سنه؟ انا عندي 52 سنه. 52 سنه. انما الاصل كان تجربه حزبيه، كانت مثار اهتمام القيادات. استمرت التجربه الحزبيه دي في مستوى متوسط في الحزب على مدار 6 أو 7 سنوات، وبعدها يعني نقلت الى مستوى الامانه العامه. ده كان السبب الوحيد لوجودي في الامانه العامه للحزب. حضرتك اكيد اطلعت على وثائق ويكيليكس وما قيل انه التزاوج السلطه مع الثروه، وانك شاركت صناع القرار في شراكه صناعيه وارباح وما الى ذلك. حضرتك اكيد اطلعت على هذه الوثائق. انا الحقيقه ما اطلعتش عليها، انما اللي انا عاوز اكده انه ما فيش شراكه مع اي حد في اي حاجه. ومره اخرى يعني الحاجه مش عاوز اقول الميزه، ولكن الحقيقه في هذه المجموعه الصناعيه، اكرر مره اخرى، انا يعني عاوز اوصل ده للمشاهد اللي بيتفرج، ان كل الشركات اللي انا مسؤول عنها هي شركات مقيده في بورصه الاوراق الماليه. قادر تعرف في اي لحظه كل ربع سنه نتائج اعمالها ايه، قادر تعرف في اي لحظه مين المساهمين ومين اللي موجودين اللي فيها. ولا تخرج، ما عنديش عمل آخر إلا العمل الصناعي، اللي أهمه طبعا أو نسبة حاجة و90% من نشاطي في صناعة الصلب. فكل حديث عن مشاركات أو غير مشاركات، حديث أو أرباح أو لا أساس له من الصحة. كان عندكم في الحزب الوطني، ويمكن تمتلك هذه المؤسسات اللي بترى أو فيها بتقيس استطلاعات رأي في الوطن، لم تكن لديكم أي مؤشرات لهذا الغضب ولهذه الاحتجاجات اللي وصلت للثورة؟ ويعني أنا مش قادرة أستوعب إزاي إنكم على مدى السنوات اللي فاتت ما قدرتوش تصلوا لأنه هؤلاء الشباب هيثوروا لهذه الثورة. لا، أنا ممكن أقول إن إحنا يعني قصرنا في موضوع استيعاب الشباب وفهم أعمق للشباب. يعني لا أخفيك إنه الحزب الوطني يمكن قواعده الرئيسية في الريف المصري، في القرية وفي مدينة الريف إلى آخره. وعاوز أقول إنه يمكن أهم قيادات الحزب، ودي حاجة كويسة، يعني أنا بقول ده وأنا شايف وبعتز كثيرا بهذه القيادات الحزبية وزمالتها يعني قبل ما أترك الحزب. الشباب سبق، وفي يعني نخبة ومن شباب مثقف واعي لا أتصور أن احنا كنا مستوعبينه بالقدر الكافي. يعني إخفاقكم الأساسي كان فين؟ تقدر تحط إيدك على إيه؟ مش عاوز أستخدم تعبير إخفاق، عاوز أستخدم تعبير عدم مجاراة وعدم استيعاب وعدم بذل مجهود كافي لفهم أعمق لمتطلبات وأحلام شباب، وعلى الأخص مجموعة أو مستوى معين من الشباب أقرب إلى شباب الطبقة المتوسطة الفاعلة المثقفة، اللي عنده يعني أسرع مننا كلنا، واللي شايف أنه هذا التغيير المتدرج في منحنى صاعد لا يكفي. ده كان، إذا كنت عاوزة تقولي إخفاق، ده كان الإخفاق. لم تكونوا على صلة بالشارع، يعني دايما كان يقال يا جماعة دول في برج عالي والناس مش حاسين بالناس. مش قادر أقول لك إن إحنا ما كناش على صلة بالشارع، إحنا كنا على صلة بالشارع، ومجهود كبير من الذي كان يتم، يعني نسيب ما هو قادم يحكم عليه، كان جزء مهم جدا من أهدافه التعامل مع مواضيع حياتية في الشارع. إنما أنا بتصور إن الدفعة الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة واللي مصر كلها حيتها الحقيقة، هي جت كدفعة يعني فيها هقول إيه، ذهبت لنقطة أبعد. أنا بتكلم فيما يتعلق ب يعني إيه المطلوب وإيه المستهدف. هل حضرتك بتحيي هؤلاء الشباب طبعا في التحرير دلوقتي؟ لازم أحيي الشباب، لأنه أنا طبعا ما قابلتش حد من هؤلاء، خصوصا القادة اللي موجودين، ما كانش ليا فرصة أن أنا